معناها تركيب الجهاز. الجهاز هذا عندك الابريز نلقي عليه يعني اصلاحات، مش الابريز اللي يشوف من السوق، لان نجري عليه تعديل، لان ها درت لها تعديل على كل حال، او جبتها هنا ضفته هنايا مع اله لتحت تبدل لها السيستم. معناها كيف الجهاز هذا على كل حال، يعني المقبس هذا مجرى عليه تعديل، مش المقبس اللي يتباع في السوق، لا مجرى عليه تعديل. معناها لو كان نقيسوه هنا بالكهرباء ما كانش فيه كهرباء طبعا، ما يبينكش كهرباء، فهمت؟ شوف هنا مسمار، لو كان تلقى يعني بكري لو كان دينا مسمار في المقبس يسحق اليوم خلاص انتهت العداوه بينكم وبين الكهرباء. فيه كهرباء الان؟ فيه كهرباء نعم فيه، لكن غايبه في قاعه انتظار. الكهرباء ما تجيش لي ابدا، لا لهنايا ولا لهنا، ما تجيش الا بالاستدعاء. راني فهمتها وقريتها، قلت لهم يا كهرباء اقسمت عليك بالله لازم تكوني تطبقي الشيء اللي نحبه انا، الشيء اللي في فكري نتاعي انا، هذا انا معناها لاني نطوعها. ربي سبحانه طوعنا كل شيء في هذا الكون بما فيه الكهرباء طبعا. طوعتها الكهرباء. شوف زوج مسامير شوف فيهم، ها نشب لي الاثنين نحطهم على بعضهم، خلاص ما بقى واحد شيء. سبحان الله. يجي انسان عاقل، يشغل الكهرباء يستدعيها معنا. طبعا تجي الكهرباء. كيفاش تجي؟ ها شفت الكهرباء؟ ما شاء الله ما شاء الله. شفت كيفاش؟ هاي راحت. الان لو كان في لوكيش نلقاها راحت، ترجع لقاعة انتظار يا سيدي. رجعت قاعة انتظار خلاص. عندك الاستدعاء احنا بنستدعوه، لكن الرجوع لقاعة الانتظار ترجع واحد. نسيت نرجع المسامير. خلاص. سبحان الله سبحان الله. إذا خطر الكهرباء من المقابس بالنسبة للأطفال الصغار؟ أي نعم. لا خلاص يمكن ما كاش خطر، ما بقاش خطر. هذا هنا المقبس خلاص انتهينا منه. ثم من بعد حاجة أخرى تبقى لنا المصابيح. أنا درتها أفكات هنا، أفكات يا سيدي. شوف البيت الأول رقم 1 خلاص اشتعلت. معناها فيها كهرباء وفيها بشر يحتاج النور. احنا إلى الظهور نشعلوا الكهرباء. الثانية، الثالثة، الرابعة. في حالة ما كانت البيوت كلها عامرة في المنزل، وش يكون؟ لازم البيوت كلها تشتعل. طبعا لازم كلها يعني الكهرباء كلها شاعلة فيها. خلاص كلها شاعلة فيها. سبحان الله. شفت؟ كلها شاعلة. زيد حاجة أخرى ثانية ما تنساش يا سيدي. وفيها الكهرباء إذا؟ طبعا فيها. لا باللمس باليد. وين؟ كي نلمسها كي نحو لمبة ما تلقاش كهرباء طبعا. ترجع جربنا. لا يا سيدي لا ما تكونش كهرباء أبدا، مستحيل ما تكونش. لا خاطر بمجرد ما معناها ننسحبوا احنا منها سخونة لا هذه اللي كانت تضوي، هذه اللي كانت تضوي. هذه اللي كانت تضوي. هاي الأكحل هو الناس. هاو كي يخدم. هذه تشعل وهذه تشعل وهذه تشعل. معناها حتى هذه لا تشعل قانونها، لكن ما دام نحينا لامبة خلاص نحينا لامبة. دخل السبع فيها داخل. خلاص هلا فيها حد شيء. شفتي دي هنايا داخل. هاي خلاص معناها الخطر ما بقاش ابدا نهائيا. الحمد لله. نرجع لك لامبة ونشعل، ما ندير حد شيء الا رجوع لامبة فقط. فهمتني؟ إلا نرجع لك لامبة فقط باش ما ندير حتى حاجة باينة يعني فيها شبهة. هاني رجعت لك لامبة. سبحان الله. هذه اللي كانت ما فيهاش كهرباء. سبحان الله. هاي ما فيش، كنت داخل بها 70 داخل. وسمعنا أن في المياه والحمامات أن الجهاز أيضا خطير. بالفعل نحيت الخطر. أنا درت الصداقة بين الإنسان والكهرباء من نطاق واسع في كل شيء. نعم. وبما فيه الماء. ها هو الماء. شوف هنا، شوف الماء يا سيدي، شوف الماء يا سيدي المحترم. الماء اللي كنت تخافوا منه. هذه هنا لامبة تشعل. لا نشعل لك الماء من تحت الماء. بسم الله على بركة الله. شوف يدي وراهي. شفت يدي؟ شفت يدي؟ طبعا يدي هاي هنايا. شفت يا سيدي؟ شفت الوين؟ شفت الوين؟ تحت الماء. شفت الماء؟
خلاص. شفت الماء، شفت الكونتاكت وين؟ ها خلاص ما عادش في خطر. ها خلاص ما عادش خطر ابدا. راني قلت لكم الصلح مع الكهرباء والغاز والماء. ها هو السموم ما حضرش قانون الغاز على كل حال، غابت لاسباب. حتى في الغاز عمالي في الغاز ما يتفجرش ابدا نهائيا. صافي. بالنسبه للتسربات اللي يمكن تحدث عن طريق شراره كهربائيه يشعل لا يمكن ابدا. الشاليمو حلت الشاليمو 100% غاز وشعلت الكونتاكت تاع الكتريسيتي قدامه ما شعلش. وفي الكوزينه كي تنسى مولات البيت يعني لا قدر الله. وكثير من الحوادث جرت بالنسبه لهذه ينسوا قاروره الغاز مفتوحه ولا هكذا عن طريق اشعال. سمعت يا سيدي كريم، كي تنسى قاروره الغاز مفتوحه في المطبخ نسبه الغاز تكون 80% 70% والباقي يكون اكسجين، وبالتالي يعني محليات الشاليمو كامل 100% غاز وكونتاكتيت قدامها اللامبه نتاع 220 شعلت بينما الغاز ما تفجرش. خلاص يعني خطر ال1000 مش 100%. سبحان الله.